شو يعني حكومة مؤقتة؟ الحكومة المؤقتة هي حكومة بتتشكل من شخصيات وطنية ملتزمة بأهداف الثورة السورية وبتمارس مهامها من الأراضي المحررة، وشغل هالحكومة كله بينحصر بمرحلة إسقاط السلطة الحاكمة. وكيف بيختاروا أعضاء الحكومة؟ بيتم اختيار الحكومة بناء على معايير أهمها الكفاءة، حسن السيرة والبراءة من الاشتراك بجرائم النظام. طيب نحن ليش بدنا حكومة مؤقتة؟ المهام والصلاحيات اللي رح تقوم فيها الحكومة مهمة جداً بمرحلة إسقاط النظام، لأنها مرحلة كتير حساسة، ومن أهمها الصلاحيات عندك بدها تساعد بوضع كل الخطط التفصيلية لإسقاط النظام القائم، وتدير شؤون المناطق المحررة، إدارة المنافذ الحدودية، تنسيق جهود المجالس المحلية الموجودة والربط بينها، وتأمين الإغاثة للسوريين بالداخل والخارج، وتأمين الدعم للجيش الحر وهيئة الأركان والحراك الثوري، مع ضمان سلامة وأرواح الناس وممتلكاتهم الخاصة، والعمل على استتباب الأمن وتجنب حدوث حالات الفوضى وانتشار الجريمة وتخريب المصالح الخاصة والعامة، مع الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية. كمان حماية مؤسسات الدولة وتمكينها من أنه تمارس مهامها وما توقف، والعمل على ضمان سلامة كل المنشآت الاستراتيجية والحيوية، ومنع محاولات استعادة السلطة من قبل قوى النظام الجاري إسقاطه. أنا معك، هذا الشيء مهم وضروري، بس بدي أسألك كيف بتقدر الحكومة تعمل كل هالشغلات؟ اللي بيصير عادة إنه المجتمع الدولي بتحجج بإنه ما في بديل عن النظام القائم، وللرد على هيك لازم يكون في بديل بيقدر يطمن الكل وما يكون فردي، مشان ما نطلع من تحت الدلف لتحت المزرعة. يعني البديل لازم يكون مؤسساتي. لذلك تشكيل الحكومة المؤقتة مهم لتوفير الضمانات الدولية، وهالشي بدوره بيوفر دعم سياسي وكمان مادي، وهالدعم المادي هدفه الأساسي هو دعم صلاحيات الحكومة. يعني بيصير الحكومة فيها تدفع رواتب موظفيها، وبتقدر تأمن احتياجات الناس المهجرة، وكمان تحل كل المشاكل العالقة للناس يلي بالدول برا ويلي ما عم يقدروا يتحركوا، مثل تفعيل السفارات، وكمان من خلال هالاعتراف الدولي بيصير فينا نحكي بقصة الجوازات. وأنا كمواطن شو دوري بهالحكومة؟ أخي من الآخر، إيد وحدة ما بتصفي. يعني الحكومة لوحدها ما بيمشي حالها، لازم نكون معها ونساعدها من خلال التفاعل والعمل والتطوع بالحماية والتنسيق والتعاون. فلازم نساعد على حماية المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية، وننسق مع المجالس المحلية والقوى الثورية، ونتعاون مع أجهزة الشرطة والقضاء والدفاع المدني. فعلاً يبدو أن الحكومة المؤقتة هي الضمان الوحيد لحتى نحافظ على سيادة وأركان الدولة وحقوق وممتلكات الناس.